يا اخي عمرك برا اطلع برا ما خليك برا. شغل لي الكاميرا دي يا زول. ما تقول لي استهدى بالله، ده اللي بيعرفوا الله هم. شغل لي الكاميرا دي يا زول. انتوا عاملين فيها رجال جايكم السيده. اديني مويه يا زول. يا زول يا زول يا زول. حتى السودان اسكت، عشان السودان اساسا مصريه، احنا اديناها لكم كده. السودان مين يا مصدي يا معفن انت؟ يد احنا كنا حاكمينكم زمان يا مفيش دوله اسمها السودان، مفيش شعب اسمه السودان. لا انت هتقلب في حلايب وشلاتين نقول بقى السودان احنا هناخدها. اساسا ما فيش بلد اسمها السودان، ده السودان ده جزء من مصر. اذا السودان كانت جزء من مصر. السودانيين بقى يا لهوي دي مشكلتهم مشكله. العبيد بدأوا يتكلموا. يا لما انتوا عندكم الارض مش ما تزرعوها من كسل امكم. الاراضي السودانيه بالكامل كانت تبع مصر. هياخد الستات البيضة هناك تحت اوغندا والسودان، ستات سودة. الخرطوم كانت ولايه من ولايات المملكه المصريه. البشير الذي يزور مصر السبت المقبل فيما قبل في السنوات السابقه. ده من الرؤساء العبط زبوله. النهارده لما يجي البشير يرفع قضيه لحلايب وشلاتين سودانيه تابع، ده راجل مخرف. وقال لك خلاص احنا هنهرر حلايب وشلاتين. حلايب وشلاتين هترجع سوداني. حلايب وشلاتين هترجع سوداني. فجأة سمعنا انه السودان فيها اهرامات. في اهرامات السودان جنب علبتين نستو كده، ومش اي حد يبقى عنده اهرامات، ده الاهرامات دي 7000 سنه. ادي الزياره يا سيدي، قال لك دي الاهرامات، محدش يضحك، دي جبنه مثلثات. بالله جبنه مثلثات فعلا. وهنرجعهم عبيد تاني. 1.5 مليار دولار لدوله جاره لينا عشان تخنقنا. خلصتوا خلاص؟ الوسخ اللي شفتوه ده كله هسي ده كله انا جاييه بالدور. اصبر لكن نبدا من اول نقطه اللي انتوا جرفتونا بيها، اللي هي اصلا سبب الوساخه حقتكم وقله ادبكم دي. قول لك كنا حاكمينكم، ده انتوا كنتوا تحتنا. 200 كنتوا حاكميننا انتوا يا اخي. احنا بنشبهكم القصه وما فيها. احنا كان حاكمنا الاستعمار البريطاني لمصر والسودان. يا اخي كل مره بيجيكم استعمار بتجيبوا لنا بعد ما احتلاكم وطلع عينكم هناك، بتقوموا تقول لها امشي هناك السودان احتل السودان عندهم حاجات حلوه كتير قوي، تطردوا ليكم ثاني تجيبوا لنا واحد جديد. ولا والمشكله بتتآمروا من ايامكم انتم بتتآمروا على السودان، محروقين من السودان كيه. انا لا اعترف ان في دوله اسمها السودان، ولا اعترف بالرئيس السوداني. لا يا شيخ، ده على اساس احنا مستنينك تعترف بينا انت يا المصري. يا اخي انت سيبك من رئيسنا وشوف رئيسك. اول حاجه رئيسك فين حضرتك؟ شوف رئيسك بيتذلى كيف. كان في المؤخره فازدادت المهانه مهانه. استقبال حافل للسيسي في رواندا. انتظاره مصافحة أوباما دون أن يلتفت له الأخير ولا من حوله، حيث استقبل نفسه في المطار. ادي حضراتكم الصورة. ولما الرئيس الأوغندي مد رجليه قلت لكم الإهانة تحولت إلى احتقار. وسلم على نفسه ورحب بنفسه واعرب عن تقديره بنفسه لزيارة نفسه. يا عم الحاج انت ميسي عنده هيبة اكتر منك. وسيارات مشددة كلها تقل ميسي ليعود من الهرم. كل هذا الموكب يقل ميسي. يا ريتني كنت انا يا اخي، والله يا ريتني كنت انا. ريتني كنت انا. اديني ميه من الثلاجه بسرعه. وبتتكلم في رئيسنا؟ يا اخي رئيسنا ده راجل، احنا عندنا مشاكل معاه في السودان، ما عندنا مشاكل. مش شغلك يا باشا، روح شوف لك حاجه العب بيها بقى. يا اخي وريني في الرئيس في العالم بيعمل العمايل دي. Strutting down a red carpet which reportedly cost $200,000 on the very day you plan to tell people to use less water. The only less sensitive way he could have arrived was via log flume. ده لو كل يوم 10 مليون من ال 90 مليون تليفون صبح على مصر بجنيه ب 10 مليون جنيه. لان انا الكلام عندي بيعدي على فلاتر، فلتر الصدق وفلتر الامانه وفلتر الحق. ما عندك فلتر ريس بالمره؟ يا اخي اللي بيده من قزاز ما يحدف الناس بالطوب. يا اخي شايفين نفسكم على شنو؟ انتوا عندكم شنو اصلا؟ انتوا اللي عندكم حضاره اصلا المفروض تنعكس على اخلاقكم. سب وشتيمه في العالم كله باوسخ واسوأ الالفاظ. دي حضارتكم؟ لو واحد قال لكم زحوا من السكه بس طوالي امك ابوك اهلك وسب وقس على ذلك. ويا ريت القصه بس لو وقفت عنده انه انتم محتقرين الناس. انتوا وصلتوا لانكم بقيتوا تكذبوا في كتاب الله، في القران الكريم بيتكذبوا.
مصر ربنا ذكرها في القرآن، على فكرة اسمه القرآن أول شيء، ما القرآن. وبعدين يعني شنو يعني؟ يا أخي الكلب مذكور في القرآن، يعني الحمار مذكور في القرآن. تاني حاجة ربنا قال في القرآن إنه خير أجناد الأرض أجناد مصر. دي وين؟ فيها صفحة في المصحف، أنا دار أشوفها بعيني، وين؟ يا أخي بطلوا يفتروا على الدين يا أخي، حتى الدين ما خليته في حاله. وبعدين على فكرة لو في ناس المفروض تفتخر أصلا، المفروض يفتخروا السعوديين والله. يا أخي كفاية إنه عندهم الحرمين، وكفاية إنه الرسول مدفون عندهم، مش اللي فرحانين بفرعون ووساخته. يا أخي أنتوا لو كان عندكم مكة والمدينة كنتوا حتعملوا فينا شنو؟ شايفين العالم ده كله زبالة، ما في أحسن منكم، مع إنه على فكرة أنت وسخ ناس. استحموا يا أخي، استحموا يا أخي، ما تضحكوا يا أخي، الناس الوسخين ما بيستحموا، الكلام ده أنا ما جبته من عندي. عمركم شفتوا مذيع بيقول لكم لو سمحتوا استحموا كل يوم؟ انا بقول لحضراتكم لو سمحتوا استحموا كل يوم. المصريين ما بيسرحوش شعرهم قبل ما ينزلوا، المصريين ما بيستحموش قبل ما ينزلوا. ما هو احنا لما نبقى نضاف هنشتاق، يعني سلمني نضيف اسلمك نضيف. تون الحضاره والفراعنه وما الفراعنه، انتوا المصريين الموجودين حاليا في مصر ما اصحاب البلد الاصليه، مخلوطين كلكم، بقايا استعمار. استعمركم منه؟ اول حاجه الاكسوس، احنا كنا قاعدين، الاشوريين واحنا قاعدين، الفرس واحنا قاعدين، المقدونيين واحنا قاعدين، البطالمه واحنا قاعدين، البيزنطيين. بيقلع علينا البنطلونه بيه. بس تيجي تقولوا احنا عبيد، عليكم والله العبيد منو؟ وتيجي تقول لي مصر مقبره الغزاة وخير اجناد الارض، اجناد خير مقبره شنو؟ دفناهم كلهم احنا. واقول للاخوانشيه في السودان: ملك مصر والسودان. مصر فوق وانت يا الاخوانشي تحت. مصر فوق، هي فوق، هاي في الخريطه بس، لكن ما فوق في اي حته ثانيه. بعدين تدافع لك كم؟ انت عايز شنو انت؟ مصر فوق، داخل بين مصر والسودان، انت عاوز شنو؟ طب سؤال، مصر فوق، العراق ما فوق؟ I'm from Kuwait. Oh, Kuwait. You know Saddam Hussein? اوعى تجبودنا، ترى الجيش المصري اذا التف عليكم هترجع مثل ما كانت في السابق، مصر والسودان. تلتفت علينا كيف يعني؟ والله هم بعد لو التفتوا رقبتهم تاني ما بترجع، والله ما بتقدروا، لانه السودان ده فيه رجال، اقسم بالله احنا ولا بنطلع لكم جيش، والله الحواته بس نظفوا مصر. تعوير ولا شنو؟ يا جماعه كرة القدم، العالم ده كله بيحب كرة القدم، بس خلي مباراة تكون فيها مصر، أي زول بيحب الكورة هيكرهها، لأنه المصريين لو لعبت ضدهم هيطلعوك أنت ما بتعرفش في الكورة، أنت كافر، أنت ماثوني، يا أخي دي كورة، دي رياضة، يقول لك خلي عندك روح رياضية، أنتوا ما عندكم أي روح، لا رياضية لا احترام لا أي شيء، اخترتوا تلعبوا في السودان مع الجزائر، جيتوا قلتوا السودانيين وقفوا مع الجزائريين وضربوكم، السودانيين جو جنبكم وين؟ طبعا الإعلام المصري وساخته بادية من زمان ما من هسي، دي أنا أوسخ منها ما شفتها. بص فؤاد القلب الطيب وهو بيمثل هو وهم كانوا فين وبيمثلوا بيقولوا ايه. مشهد بسيط من ابشع مشاهد التحريض اللي عرضتها لكم قبل كده. وفي 8000 واحد بيجروا وراهم في الشوارع بتوع الحزب الوطني. طيب اتضربوا بيجروا وراهم في الشوارع. 8000 واحد بيجروا وراهم في الشوارع. الحزب الوطني ضربوا مرمين في الشوارع، ضربوكم وين؟ انتوا عايزين تغطوا الخجله. بعدين ما اعتقد شعب زي شعب الجزائر بلد المليون شهيد هيمدوا ايدهم على شويه رقاصات ومغنيين. موضوع مصر ام الدنيا. طيب يا سيدي ام الدنيا، تعال نكتشف مع بعض معنى كلمه ام عندكم في مصر شنو. في مصر مدين جائزه الام المثاليه لفيفي عبد. كرم الفنانه فيفي عبده واعطاها لقب الام المثاليه. احنا ده اكبر مناسبه عندنا في نادي الطيران. طيب اذا كانت دي الام المثاليه رقاصه، الباقيين هيكونوا شنو؟ على فكره الرقاصه دي ما حاجه عيب. على الراقصه لو خارجه من بيتها رايحه عملها، لو خارجه بالنيه وماتت شهيده. طيب يا اخواننا وقت هي الشهاده سهله كده، ما كلها تعال نرقص نهز يا هوي، هزوا ما في داعي امشي اشيل لي رشاش واموت بني ادم وبتاع. يا اخي والله دي شهاده، والله دي شهاده ثانويه احسن منها. ليلة راس السنة قال لها عايز تاخدي سيلفي مع منو؟ قالت دار تاخد سيلفي معاه. لو قلت لك سيلفي هتاخديه الساعة 12 ليلة راس السنة، تختاري شخص واحد يكون معاكي في السيلفي ده؟ اختار لو واحد بس، ربنا سبحانه وتعالى. في شنو يا اخي؟ والله اللحظة اللي قالت فيها عاوز اخد سيلفي مع ربنا بيكون ابليس جاب ورق وقلم بدا يسجل. ايوه حضرتك خدت بالي، خدت بالي. السودان اتقسم شمال وجنوب. السودان فرط في نصه التحتاني وباصص لنا في النص الفوقاني. ما بتضحك والله. بيض، تعرف البيض؟ بيض انت. السودان فرد في نصه التحتاني. على فكره السودانيين ما بيقولوا التحتاني، السودانيين بيقولوا التحتاني. تحت التحتاني ده كان بيقول اللي زاليك ومستعمرك. ما علينا، فرط في نصه التحتاني، فرط في نصه، ما شغلتك ده. على الاقل
السودان لو فرط في النص التحتاني فرط فيه جغرافيا، وان شاء الله بيرجع يعني. لكن انت واشكالك فرطتوا في نصكم التحتاني وين؟ لم تمر تصريحات نائب البرلمان المصري إلهامي عجينة مرور الكرام، حيث صرح الرجل بأن نصف رجالة مصر لديهم ضعف جنسي. يا اخي وصلت فيكم النتانة لدرجة انه امريكا لما قررت ترفع الحظر عن السودان اول من عارض انتوا. السيسي نفسه قال للإدارة الأمريكية ما ترفعوش الحصار عن السودان. نسيتوا موقف جامعة الدول العربية لما اتسحبت منكم وحولوها تونس؟ العرب كلهم وقفوا ضدكم وطردوكم لمدة 10 سنين. السودان الدولة الوحيدة اللي وقفت معاكم، قالت مهما كانت العلاقات الأزلية بين مصر والسودان احنا هنقيف معاهم. ده رد الجميل صح؟ المفروض انتوا يا المصريين تبوسوا يدكم وش ظهر انه في سودان وراكم. وكفاية عشان انا ما اجي خاشي لك جوا الكاميرا دي، سامعني انت؟ قوم استحمى. حماية المستهلك السودانية تطالب بوقف استيراد المنتجات المصرية. مصوتي يلي منتج غرمان حتى السودان. ايوه الزول مش عاوز ياكل من اكلك يا مصري، اكل فاسد. العالم ده كله احتج ووقف استيراد المنتجات المصرية. زعلان بس عشان السودان؟ ولا هي السودان زي ما قلنا عقدتك؟ انتوا عندكم عقدة من السودان، انتوا بتسقوا الزرع بمويه الصرف الصحي بالوسخ حقكم، دايرنا كمان احنا ناكله؟ احنا ذات وحوش، احنا وسود خضار. شنو اللي بناكله احنا؟ احنا بناكل لحمه بس. باخد الايدز من المريض، بغذي المريض على ايدز، بديهوله صباع كفته يتغذى عليه. يا اخي ايدز بتعالجه بصباع كفته؟ يا اخي لك الله ده فهم بتاع زول عنده حضاره 7000 سنه. يا اخي 7000 سنه شنو والله، انت 7000 دقيقه ما عندك يا اخي. اقعدوا انتوا لسه شفتوا حاجه؟ فجأة سمعنا انه السودان فيها اهرامات، دي جبنا مثلثات. ومش اي حد يبقى عنده اهرامات، ده الاهرامات دي 7000 سنه، عاملينها ازاي دي بقى ما اعرفش. جينا للفيديو الدسم بعد ده هنا. بص حضرتك خلي بالك معايا، انا اشرح لك بقى ايه موضوع الاهرامات دي عملناها ازاي. احطها لك بقى انا في اغنيه، عشان انا عارف انتوا لما بتيجي اغنيه بتفهم اسرع، بتهزوا مع الهزه ايه، بتيجي المعلومه بتخش ايه، بتروح لا راشقه في الدماغ على طول. خدت قال حضرتك ان اون ات السودان عندها اهرامات، وربنا ان اون ات السودان عندها اهرامات. يا خرابي ان اون ات السودان عندها اهرامات واتخرب يا لهوي. اي 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 تعبيط ولا ايه؟ جوه عينك احنا اقدم منكم. شوف التغرير ده، ويا ريت قبل ما تبص حضرتك اقول لك على حاجه قبل ما تشوف الفيديو عشان ما تقولش انا ما قلتلكش. خد لك حبيتين، لا مش الحبيتين الزرق يا عم، انت رايح فين؟ حبيتين ضغط. بص على الفيديو ده وهجي لك انا بقى ارسيك على الحوار. في الآونة الأخيرة ظهرت بعض التجاوزات من بعض الإعلاميين الذين شككوا في حضارات السودان والتي تعد من أقدم الحضارات على وجه الأرض. فما هي الحقيقة؟ قام العديد من علماء الآثار والمؤرخين في البحث عن حضارة السودان، ولعل أشهرهم البروفيسور تشارلز بونيه الذي اتجه لمصر لدراسة الحضارة الفرعونية، وأثناء بحوثه في مصر وجد أن هناك حلقة غائبة، فذهب إلى شمال السودان، وبعد سنين طويلة من البحث توصل إلى أن الحضارة الفرعونية تعود إلى الفراعنة السود والذين كانوا يتواجدون في السودان. بدأت أكبر حضارة في مملكة كوش من السودان، وامتدت إمبراطوريتها الشاسعة سواحل البحر الأبيض المتوسط وإلى أعماق إفريقيا، وحكمت مصر لقرن، وتركت آثارا هائلة من الأهرامات والمعابد التي يبلغ عددها ما يقارب 220 هرم في منطقة مروي والبجراوية وبعض مناطق شمال السودان. بدأت الحياة في السودان في العصر الحجري قبل ما يقارب 160 ألف عاما، وقد أثبتت الدراسات والبحوث وجود ما سمي بإنسان سنجا في ذلك العصر. يوجد الآن جمجمة لإنسان سنجا موجودة في المتحف البريطاني. نضيف معلومة أساسية أخرى هي شهادة المؤرخين القدامى اليونان والرومان، وقد أورد هذه الشهادات بمجملها واحد من أشهر علماء المصريات الفرنسي جاستون ماسبيرو، الذي أطلق اسمه على مبنى الإذاعة والتلفزيون المصري، حيث تفيد هذه الشهادات مصر لم تكن في البدايات سوى بحر مالح، ثم خصبها النيل بطميه، وهي شهادة يثبتها علم الجيولوجيا.
الأثيوبيون وهو اسم السودانيين القديم لدى الأوروبيين وليس إثيوبيا الحالية التي اختطفت الاسم مع آخرين قد استعمروا الأرض الجديدة التي كونها النيل وعرفت فيما بعد بمصر. هذه المعلومة التاريخية توضح أيضا أن كل تاريخ وادي النيل في مصر الحالية وأسلاف المصريين كانوا سودانيين جوهرا ومظهرا، حكموا مصر انطلاقا من جنوب أسوان التي كانت جزءا لا يتجزأ من السودان. والسؤال هنا، إذا كان أسلاف المصريين من أصول سودانية فمن أين أتى مصري اليوم؟ هل الأهرامات اللي في السودان أقدم من الأهرامات اللي في الجيزة؟ جاب واحد عالم مصريات سويسري اسمه شارلي بونيه، وواضح ان هو صهيوني الهوية، وبعدين اتكلم على ان الحضارة النوبية السودانية اقدم من الحضارة المصرية. قارن بين الاهرامات اللي هي الموجودة عندنا في مصر والاهرامات البدائية اللي موجودة هناك. بس شكرا لك. اهرامات بدائية يعني بدت من هناك، ده اكبر دليل منك انت عشان تعرف انك بتناقض نفسك وما اسمك وسيم السيسي على الفاضي. يا اخوانا الزول اللي بيتكلم ده اللي اسمه وسيم السيسي باحث اثار وين فياته حته في العالم؟ انت انت قلت شغال شنو؟ وده اللي احنا بنستخدمها دلوقتي. نعم. كاطباء مسالك بوليه في تفتيت الحصوات. والله العظيم انتوا جايب لي طبيب بتاع مسالك بوليه وتقول لي اتكلم عن اثار وحضاره وفراعنه ونوبه، وقال لك الامبراطوريه المصريه. الامبراطوريه المصريه يا جماعه انتوا في زول فيكم سمع بحاجه زي دي؟ ما في حضاره اسمها الحضاره المصريه، هي اسمها الحضاره النوبيه وفي الحضاره الفرعونيه. قال مسالك بوليه، قوم استحمى يا اخي. يعني سلمني نضيف اسلمك نضيف. يعني ده تاريخ شبكة الصرف الصحي في مصر يعني أقدم من قطر. شبكة الصرف الصحي في مصر أقدم من قطر. طب أقول لك حاجة يا معلم، شبكة الصرف الصحي في قطر أنظف منك. قوم استحمى. وقبل ما نختم الحلقة عايز أوصل رسالة للإعلام المصري عشان ما تقول إحنا ظالمين المصريين كلهم. سهل جدا إنك تكون وسخ وتافه وتغلط وتشتم، لكن صعب جدا انك تكون انسان محترم. وانا الحلقه دي كان ممكن ارد عليك بنفس مستواك ونفس الفاظك، لكن للاسف انا سوداني متربي صح وما بغلط. طبعا ما ننسى نشكر صاحبة السمو الشيخة موزة بنت ناصر المسند على المواقف الانسانيه اللي قامت بها في السودان، والسودان بلدك وتنور في اي وقت، وما شالتك الارض نشيلك فوق راسنا، وغصبا عن كل حاقد. المصريين او الاعلام الكلابي المصري او الجوقة بتاعة الكلاب الكذابين خدوا من الزيارة دي تكئة عشان يهاجموا الشيخة موزة ويهاجموا قطر، بالمرة يخبطوا في السودان، بقى يقللوا، بعضهم يقلل من تاريخ السودان العظيم يعني الكبير. اهرامات السودان لها قيمة تاريخية عظيمة جدا، والحقيقة ان كتير جدا من ملوك السودان حكموا مصر. انا بوجه رسالة للاعلامي محمد ناصر، اعلامي نزيه. الاعلامي الكلابي المصري اللي انت ذكرته هو اللي احنا موصلين له الرسالة ده. العالم كله بقى يكرهكم بسبب الاعلام الكلابي بتاعكم، الاعلام الوسخ اللي بيشوه صورة اي كائن حي على الارض. ففي ناس ما بتعرف مصر شنو، ولا ما تلاقوا مع مصريين، ولا ما عاشروا مصريين، بيبقى اوريدي هو اصلا كارهكم. فاذا انتوا كنتوا موافقين على اعلامكم يكون بالطريقة دي، فاذا استحملوا اي حاجة بتجيكم. اما اذا انتوا ما موافقين على اعلامكم او الاعلام الكلابي، انتوا المفروض تصدوا له وتوقفوا عن حده، لانه ده بضركم انتوا كشعب، وبيعكس صورة وسخة على مصر نفسها. فانتوا ما تخلوا الصورة الوسخة دي تظهر على بلدكم، واحنا بدورنا اي زول يغلط في بلدنا ما حنسكت، سواء كان وسخ ولا ما وسخ، لانه احنا رجال ودمنا حار. واي زول بيقرب على السودان بيمد ايده على السودان بنقطعها. في حاجة عاوز اقولها قبل ما اختم. مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بزول كافيه ظاهرة عندكم دي فقط، بالذات الفيسبوك يا جماعة، ده الحساب بتاعنا الرئيسي. اي حاجة غير كده ما بتخصنا. وبرضه عملنا لكم تقرير عن الحضارة السودانية، فيديو بالانجليزي هينزل في صفحتنا في الفيسبوك وفي اليوتيوب. انشروا الفيديو ده عشان العالم كله يعرف الحقيقة المدفونة لها سنين، ويعرف حقيقة السودان وحضارة السودان الأصيلة. ولو عايزين تعرفوا الناس اللي بيمثلوا زول كافيه، عندكم في الانستغرام 14 شخص ديل هم اللي بيمثلوا زول كافيه. بديكم العافية وما قصرتوا. السلام عليكم، نشوفكم في الحلقة الجاية. أنا أصل الحضارة، الشمس المابدي دارة تملى كل الدنيا بها.
أنا سوداني هاي أنا سوداني هاي. أنا جوه وعزيمة، أنا همة ولدت جبارة، أنا نيل أرض عظيمة وحكاية إصرارة، أنا غنوة مكتوبة على صوت نجارة، وحنية حبوبة بتحجي في صغار.